زي ما احنا عارفين ان الكولينج تاور هو دايره مفتوحه، فانا لازم اديها ميك اب. باشمهندس فتحي قال لنا ان ده تانك، تانك بناخد منه خط سكشن، ودي تعتبر المضخات الخاصه بالميك اب بتاع الكولينج تاور. تمام. وزي ما احنا عارفين جيت قبل وجيت بعد وتشيك اللي هو الهوك اب الرئيسيه بتاعت اي منظومه خارجه طالعه فوق. كولينج تاور في الدور اللي فوقنا على طول في بيزمنت واحد محطوطين فوق، فده خط بيدي بقى للثلاثه كولينج تاور، واحد منه 3300 جي بي ام كنترول. ولوحه الكنترول تدي امر للدوزنج بامب تسحب من الكيميكال على حسب ايه اللي محتاجاه في الكيميكال. ده سيستم البوت فيدر بيخش على الديسشارج بتاع الكولينج تاور وعلى داخل اهو خط السحب بتاع الكولينج تاور. بص يا هندسه، في معلومه برضو احنا ما اتكلمناش عنها، ديت ترمبه الفاكيوم. ترمبه الفاكيوم ديت بتفاكيوم الوسط جوه لضغط اقل عشان درجه الغليان تبقى اقل درجه، يعني لما بيفاكيوم درجه الغليان بتقل. وبتعمل حاجه تانية، ان احنا عندنا حاجه اسمها بيرج، سيستم بيرج، ان انا اضغط على الحاجه تجمع لي الغازات اللي ما بتتكثفش معايا تاني، تفضل غاز عشان ما تبقاش بلبس، اقلل اللي في كفاءه البتاع واسحبها بالفاكيوم. فديت لها وظيفتين، بتفاكيوم وفي نفس الوقت بتجمع لي الغازات اللي هي زي النيتروجين، زي الحاجات اللي بتبقى في الهواء ما بتتحولش بتكثف تاني الميه.